السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المغرب الجميل. في خبر صادم لعشاق كرة القدم المغربية والعالمية، تأكد اليوم غياب النجم المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان لعدة أسابيع بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا. اللحظة كانت ثقيلة على القلوب. حكيمي الذي اعتادت الجماهير رؤيته مقاتلا لا يستسلم اضطر هذه المرة لمغادرة الملعب والدموع تملأ عينيه في مشهد أعاد للأذهان قسوة كرة القدم حين تسلب من أبطالها القدرة على الاستمرار. التقارير الطبية الأولية تشير إلى أن مدة غياب حكيمي ستتراوح بين 3 و5 أسابيع في انتظار الفحوصات النهائية. صدمة كبيرة عايشها المشجعون الذين شاهدوا نجمهم يسقط متألما، فبغيابه يخسر باريس سان جيرمان واحدا من أهم أسلحته الدفاعية والهجومية في آن واحد. كما أن المنتخب المغربي يجد نفسه مهددا بفقدان ركيزة أساسية في مباريات هامة مقبلة. اللاعب الذي كان يعيش واحدة من أفضل فتراته الكروية وجد نفسه فجأة خارج المستطيل الأخضر، بعيداً عن الجماهير التي تهتف باسمه وعن زملائه الذين تعود الوقوف بجانبهم في أصعب اللحظات. اليوم يبقى الأمل معقوداً على تعاف سريع وعودة قوية، لكن الحزن يخيم على محبي حكيمي وهم يترقبون يوم عودته إلى العشب الأخضر من جديد.